تعالوا اقول لكم ازاي ممكن البيت يكون بسيط بدون تفاصيل كتير وبلمسه فنيه قد كده، المود يتغير والديكور يروح في حته تانية. طبعا احنا عارفين ان الحاجات اللي بتتعمل بالايد، عمل فني، فخار، لوحه، بيكون لها طعم وطاقه مختلفه عن لو مثلا منتج مصنع وول بيبر تشوفه موجود في كل مكان ومفيش اي انبهار. وهنا اكتر حد ممكن امنشن رسوماته في الفيديو ده حامد بيكاسو. حامد بيعمل رسومات ريليتد بميول وطاقه العيش في المكان. لو ده الطفل مثلا يجي بالك عالم كرتوني، الوان مبهجه، كل حاجه فيها حلوه. الطبيعي بنسال الطفل بتحب ايه وايه اكتر شخصيه او لون قريب لقلبك، ونعيش الطفل ده مع الشخصيات والالوان اللي بيحبها، وهنا يبدا يحس انه له شخصيه واننا متجاوبين معاه وفاهمين الحاجات اللي بيحبها، وينتج عن ذلك توطيد للعلاقه بين الاهل والطفل ومزيد من الحب والسعاده بين اطراف العائله. فلو شكل مثلا في الفضاء، ازاي ده يتشاف بعين الطفل اللي لسه ما شافش حاجه اصلا؟ عشان كده لازم اللي هيترسم يكون متقن اتقان تام، والطفل من هو لسه صغير عينه هتشوف جمال وتناسق ونسب مظبوطه، بدا ينمي عنده حاجات كتير بدري. عمل فني قادر انه ينقلك لعالم تاني، لو ريسبشن بيت، كافيه، شركه، ارت ورك اللي فيه ده بيحكي حكايه، يوصل فكره، مسج معينه للي بيستخدم الفراغ، لان ببساطه اللي بيعمله بياخد حته من نفسه ويروح اللي يعيش في المكان وبيمكسهم مع بعض ويطلع لك برودكت اصلي مش هتشوفه في مكان تاني. اللي عرضته ده ما يجيش 1/10 من الجمال اللي هتشوفوه عند حامد. عملت له منشن، ادخلوا وشوفوا. وبمناسبه الشخصيات الكرتونيه، اكتبوا لي في الكومنتس مين اكتر شخصيه كرتونيه بتحبوها.